كم دماءهم طاهرة، لكن جمع الأمة فوق كل شيء، لذلك تنازلوا عن كل شيء. لذلك الذي يريد يمشي في التبليغ إلى النهاية مزاجه تنازل حتى الله يجمع. وهذا الجهد كم فيه من الخير، شيء لا يتصور، شيء لا يتصور. ومتى نرى الحقيقة؟ متى؟ بعد الموت. لذلك الذي يريد يمشي إلى النهاية لابد يصبر ويحتسب ويربط حياته بالشورى. حياته تكون شورى لحفاظة الدين والطاعة لحفاظة الشخص. الذي يرتبط بالشورى والطاعة هذا محفوظ، خلاف الشورى والطاعة لا يمكن الحفاظة، لا يمكن. لذلك هذا الجهد أكبر سبب للحفاظة والصلاح والتربية. الشيخ سعيد رحمة الله عليه كان يقول: الذي هذا الجهد ما أصلح حياته جميع المصلحين في العالم لا يصلح حياته. لذلك يا إخوان الكرام كيف نتمسك بالجهد ونمشي بالجهد بالصفات، باللين، بالرحمة، بالشفقة، بالعفو، بالصفح، لأن مرادنا الله فقط. ما هو مرادنا؟ تحصيل معية الخالق. وندعو لبعضنا البعض. أبو ذر رضي الله عنه كان كل ليلة يدعو ل70 صحابي. دعاء لبعضنا البعض يكسر ظهر الشيطان. نعم. من الدعوات المستجابات دعاء المرء لأخيه في ظهر الغيب، دعاء مستجاب. ونعذر بعضنا بعضا، نعذر ونعطي الأعذار للناس. الأصول تطبقها على نفسك، أما للناس التيسير. النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى لحاله كان يصلي بالبقرة وآل عمران والنساء، قيامه ركوعه مثل ذلك، سجوده مثل ذلك. وإذا صلى بالناس يصلي بالتين والزيتون. أصول طبق على نفسك. تطبيق الأصول على النفس فيها حفاظة النفس. أما على الناس التيسير، ناس حتى كل الناس تمشي، كل الناس تمشي. وليس عندنا استغناء عن أحد، لا نستغني. الدعوة محتاجة للجميع والجميع محتاج للدعوة. كل واحد من أحبابنا فيه استعداد وعنده صلاحية، وما عندنا استغناء عن أحد. العين لها جهد صح، واللسان له جهد، والأذن لها جهد. هل يمكن العين تحل مكان الفم واللسان، والفم مكان الأذن؟ يمكن. ولكن كل هذه الأعضاء تخدم المقصد، تخدم الجسد. كذلك كل أحبابنا عندهم استعداد، وبالجهود كل الاستعداد يجمع، فالخير يكون للجميع. ولكن أحيانا اليد اليمنى تقطع اليد اليسرى، فالتي قطعت هي التي تداوي. التي قطعت هي التي. هل المقطوعة تشتكي على اليد الأخرى؟ ما رأيكم؟ تشتكي؟ هي قطعت هي تداوي. كلنا بشر، لابد نخطأ، وللخطأ الله فتح باب العفو، باب الصف، باب اللين.
احنا لسنا ملائكة. العفو والصفح واللين والرحمة والتسامح هذا مراد الله. طيب كيف يأتي لما تخطأ؟ إذا ما في خطأ ما في عفو. لذلك الخطأ الكبير نجعله صغير، لا نجعل الخطأ الكبير الصغير كبير. خطأ الكبير كيف نجعله؟ إن الشيطان نزغ بيني وبين، انتهت المشكلة. مشكلة كبيرة هي، فالخطأ الكبير جعله صغير. لا نجعل الخطأ الكبير كبير، خطأ كبير صغير. والستر أولى. إقامة الحد أولى أم الستر أولى؟ الحد أمر الله، فأنت تستر على هذا الذي تعدى حقوق الله، لأن الله يتنازل عن حقه لحفاظة حق عبده. الله يتنازل عن حقه لمن؟ لحقك. لذلك الستر أولى. أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل أجره. فأي باطل لا نظهره، وأما الحق نظهره حتى الخير ينتشر. وإذا يأتي عندنا هذا المزاج كم من الخير ينتشر، كم من الصفات تنتشر، كم من الرحمة تنتشر. مستعدون كلنا إن شاء الله. ونتفكر الداعي مع الدعوة، مش الدعوة تزيد والداعي ينزل. تترقى الدعوة ويترقى الداعي. أحيانا بعض البلدان الدعوة تترقى والداعي يتنزل. هل استفدنا؟ نفس الشيء، تترقى الدعوة يترقى الداعي معها. إذا كان نتفكر في الجهد من جميع الجوانب، جميع جوانبه، حتى الخير يتعدى للجميع ولا يحرم أحد. استعدون كلنا إن شاء الله، وكلنا نأخذ هذه المتطلبات. ميدان جهدنا على أي شيء؟ على العمل. نأخذ هذه المتطلبات بالهمة والعزيمة. والشيء الذي فصل فيه الخير والبركة. هذه مسألة غيبية، لكن إذا أخذنا الهمة والعزيمة يأتي التوفيق والبركات من الله. الذي خرج الجماعات من هو؟ والذي يخرج الآن؟ والذي يخرج غدا؟ والله. لكن علينا نحن النية الصحيحة مع العمل الصحيح. الآن تأتي البركات. مستعدون كلنا إن شاء الله. جزاكم الله. نعم، الحمد لله مشينا المناطق، بعض المناطق اللي رحنا خير كبير ما شاء الله، إشراف كثير، استعداد طيب. ولكن الأصل المشايخ الآن نظرهم على جماعة المسجد، نظرهم كل المتطلبات نريدها من المسجد. جماعة ال4 شهور، جماعة ال40 يوم، خدمة المركز، خدمة نظام الدين، جماعة الرجال مع النساء، كل المتطلبات من المسجد. الآن تأتي التربية الصحيحة والترقي في الجهد. الجهد يترقى لا يتنزل. فمن مستعد يأخذ متطلبات على أساس المسجد؟ على أساس؟ نعم، جماعة الداخل، جماعة الخارج، خدمة المركز، خدمة نظام الدين، أي مسجد يأخذ هذه المتطلبات. نعم نعم. ايش رايكم، نسجل ولا؟